السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المحشي بطريقه سهله ولذيذه جدا وخاصه للمبتدئين. هعلمكم ازاي تحطوا مقادير الرز ومقادير الطماطم وكل حاجه. طبعا عارفين ان المحشي وصفه مصريه اصيله ومفيش غنى عنها في اي بيت مصري، سواء في الصيف او في الشتاء. يلا بينا نبدأ في الوصفة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله يا حبايبي. دلوقتي بقى هنعمل الصلصة بتاعت المحشي. انا دلوقتي عاملة مقادير كبيرة لان انا جايبة كرومبة كبيرة. انا جايبة عاملة كيلو وربع من الطماطم وثلاث بصلات كبار. دلوقتي انا حطيت 4 معالق من الزيت، 4 معالق كبار يعني. وبعدين قطعت البصل زي ما انتوا شايفين كده صغير جدا. وبعدين بقى فضلت ادمج الزيت مع البصل كويس كده زي ما انتوا شايفين وبقلبه. وبعدين بعد ما 5 دقايق بالظبط يكون البصل اتحط في الزيت، هبدأ اضيف 3 معالق من الزبدة او معلقتين بالظبط، وده اختياري عادي. وبعدين هبدأ اقلب الزبدة في البصل كده زي ما انتوا شايفين بالظبط، وهخلي الزبدة تسيح في وسط البصل بحيث ان هي ما يبقاش لها اثر وتندمج مع البصل ويكون مش باينه خالص. انا دلوقتي بقلبها زي ما انتوا شايفين، انا مش مخليها باينه خالص في البصل بالشكل ده. وبعدين البصل بعد ما اصفر كده، ما اصفرش كمان يعني، بعد ما دبل يكون البصل دبل زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هبدأ اضيف عليه عصير الطماطم وهقلبه كويس وهدمج الطماطم مع البصل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وطبعا انا بفضل واقفة جنب الصلصة وجنب البصل عشان خاطر ما فيش حاجة تتحرق او في حاجة تبوظ. ودلوقتي انا بضيف معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان دي هريسة الشطة ودي اختياري، لو انت عايزة تحطيها تمام، مش عايزة بس هي بتدي طعم حلو. انا عاملة هريسة الشطة على القناة، لو احتجتي تشوفيها ان شاء الله هحطلك الفيديو في الوصف عشان لو احتجتي تشوفيها. دلوقتي انا بقلب كويس جدا بقى، وانا بحط معلقة من السكر عشان يعادل مستوى الحموضة بتاع الطماطم. طبعا بفضل واقفة جنب الطماطم لحد ما توصل بالشكل اللي انتوا شايفينه في الصورة ده، وبفضل بقى اقلبها عشان خاطر ما تلزقش او ما فيش حاجة تبوظ. طبيعي الطماطم والبصل الحاجات دي بنقف جنبهم ونقلب زي ما انتوا شايفين. والصلصة لازم تتسبك يعني المية اللي فيها دي تنشف خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هي كده نشفت وكده تمام، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله مهاش لازقة ولا حاجة. واللي موجود ده مش مية، هي خلاص كده نشفت وكده جاهزة ما شاء الله. اللي موجود ده الدهون اللي انا حطاها، الزيت اللي انا حطيته كده والزبدة. هي دلوقتي جاهزة وجاهزة نشيلها من على النار ونطفي عليها. يلا بينا بقى نبدأ المحشي، ودي المقادير وهقولها لكم بالظبط. دلوقتي معايا 2 كيلو الا ربع من الرز. ده انا كنت عاملة ورق عنب وعاملة كمان كرنب، بس انتي لو هتعملي دي حسب الكرنبة اللي انتي جايباها. لو الكرنبة صغيرة ممكن تختاري يعني تعملي نص كيلو، ده بيرجع حسب حجم الكرومبة. انا ما اقدرش اقولك كمية الرز اللي انت لازم تحطيها. ودلوقتي انا ضفت الخضار، ربطتين من الشبت، ربطتين من البقدونس، ربطتين من الكزبرة. ولازم الخضار يبقى فريش عشان الاكل هيبقى طعمها حلو. دلوقتي بقى ضفت الصلصة اللي انا كنت جهزتها معاكم في الاول. دلوقتي بقى بضيف البهارات معايا، 2 معلقة فلفل اسود معلقة صغيرة، و2 معلقة كزبرة ناشفة، و2 معلقة كمون، ومعلقة صغيرة بابريكا. وبعدين انا ضفت قالب من المرقة، وده اختياري يا بنات، مش شرط ان انتي تحطيه عادي، بس انتي لو حطيتيه لازم تهرسيه زي ما انا بعمله كده، ولازم تقلبيه كويس جدا جدا عشان ما ينفعش يبقى مكتل في المحشي. ودلوقتي انا حطيت معلقة كبيرة من الملح زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين قطعت فلفل رومي صغير، انا حطيت قرنين، وممكن تحطي بارد لو حابة، اللي تحبيه عادي، ذوقك ده يرجعلك في الاكل سواء حر او بارد. بس هريسة الشطة بتبقى حرة، انا كنت عاملاها حرة.
وبعدين هقلب مكونات المحشي كويس جدا مع بعضها زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي بقى هنبدأ نلف المحشي، نلفه كويس قوي يا بنات عشان خاطر ما يفكش والرز يطلع منه والاكلة تبوظ. دي طريقة لف المحشي سهلة للمبتدئين، يعني مش هياخد منك حاجة. انتي دلوقتي بتفردي الورقة على ايدك الاول، وبعدين بتحطي فيها شوية رز صغيرين جدا لان هو كده كده الرز بينفش في الورقة، وممكن يبانلك انتي حاطة شوية رز صغيرين بس لا، هو بينفش في الورقة في السوا وكده. وبعدين هتبدأي تلفي واحدة واحدة، وكل ما تلفي بتضغطي على الصابع بحيث يبقى ايه ماسك نفسه وما يفكش نهائي لحد بعد السوا. زي ما انتوا شايفين دي طريقة سهلة للمبتدئين. وطبعا يا بنات ما ينفعش نبقى نعمل الصلصة على البوتاجاز وهي ايه نقعد نحط بقى البهارات ونحط كل ده وبعدين نضيف الرز. الطريقة دي وحشة ومش مناسبة للمحشي، تبقى يعني ريحة الاكل وريحة الخضار وريحة البهارات راحت مع النار. احنا دلوقتي بنعمل كل حاجة وبعد كده نحشي بطريقة سهلة زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عايزة اسرع الفيديو عشان اللي مش عارف الحشو بيبقى ازاي، عشان في ناس بتبقى الحشو بيبقى عليها صعب. زي ما انتوا شايفين انا بحاول ابطأ ايدي في الحشو عشان خاطر تشوفوا ازاي بيتحشي بسهولة. هو انتي اصلا مجرد ما تتعلمي بس اول ما تحشي اول مرة وتاني مرة وبعد كده الحوار هيبقى سهل معاكي خالص. زي ما انتوا شايفين الصابع استحالة يفك، وهتشوفوا في نهاية الفيديو بعد ما خرج من على النار. زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي كنت حطيت في قاع الحلة، ممكن تفرشي الورق الاخضر اللي في الكرومبة، هو ما بيتحشيش ما بيبقاش طعمه حلو في الاكل، فانتي ممكن تحطي في قاع الحلة تحشي عليه زي ما انتوا شايفين. لو الكرومبة ما فيهاش ورق اخضر بس في الغالب لازم بيبقى فيها، ممكن تفرشي بقى ايه طماطم وبصل يعني في قاع الحلة عشان خاطر لا قدر الله المحشي ما يلزقش منك، حتى يعني لو لزق منك او حاجة يبقى الحاجات التانية دي هي اللي لزقت والاكل بتاعك يفضل سليم. بس ان شاء الله مش هنخليه يلزق، وهقولك على طريقة التسوية اللي ما تخلوش تلزق ان شاء الله. بس انا دلوقتي عايزاكم تركزوا في لف المحشي كويس قوي عشان خاطر في ناس ما بتعرفش يعني تعمل محشي بسبب اللف وكده، فانا عايزاكم تتعلموا. انا حاولت اعمل زوم على ايدي وانا بحشي عشان خاطر ايه تتعلموا. زي ما انتوا شايفين كده تلفي وايدك التانية بتضغط عليه بحيث ما يفكش زي ما انتوا شايفين كده. انا دلوقتي بقى هحشي معاكم اخر صباع ان شاء الله. ان شاء الله اكون فدتكم في لف المحشي للمبتدئين. زي ما انتوا شايفين كده بشيل الرز اللي لازق في الصابع الاول قبل ما احطه في الحلة، وبعدين على الحرف اللي فاضل او اللي اخر لف عليه انا بحط الصابع عليه عشان خاطر ما يفكش مهما كان. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده انا خلصت. وبعدين انا دلوقتي بوريكم رصة معينة انا برصها، لو انتوا عايزين ترصوا زي تمام مش هنختلف على الرص يا جماعة، هو اي حاجة. وطريقة الرص دي على فكرة عادي بيوصلها الشوربة والتسوية وكل حاجة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ولازم يكون الصباع ماسك بعضه كده وسليم عشان خاطر ما يفكش، اهم حاجة يكون ماسك بعضه. دلوقتي بقى انا خلصت لف الحلة كلها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميل. يلا بقى نبدأ نحطه على النار ونضيف الشوربة بتاعته. انا بقى بفضل اضيف الشوربة زي ما انتوا شايفين، بنضيف يعني من حوالي من 6 كبشات ل7 كده، يعني حسب الحلة بتاعتك برضو. انتي بتفضلي تحطي كده زي ما انتي شايفة، وبعدين بتبدأي ايه تهزي الحلة كده زي ما انتوا شايفين بحيث الشوربة تنزل تحت وتوصل لايه للقاع بتاع الحلة.
لازم نتأكد انها وصلت للقاع عشان خاطر التسوية يا بنات، ولازم اللي هو ايه مفيش حاجة لا قدر الله تتحرق او حاجة. فلازم الشوربة كلها تبقى نزلت تحت، ونتأكد ونقعد نعمل كده لحد ما نتأكد ان الشوربة مش بتنزل تحت تاني. دلوقتي خلاص انا اتأكدت ان الشوربة خلاص وصلت تحت، زي ما انتوا شايفين بتهزوا الحلة لحد ما ايه الشوربة تبقى على الوش كده ما بتنزلش. وبعدين بقى هنضيف معلقة من السمنة البلدي وهنغطي على طول، وبعدين هنفتح عليها بعد اول ربع ساعة بنحطها على نار عالية المحشي، وبعد الربع ساعة بنحطها تاني ربع ساعة على نار متوسطة، وبنبدأ بقى نهدي عليه ونبشره لانه خلاص هو بيبقى داخل على سوا. وانا حطيت قرن فلفل، هو ما كانش حر وانا عارفه ان هو ما كانش حر، اكل الفلفل ده يدل ان هو استوى كده خلاص زي ما انتوا شايفينه. ما شاء الله الرز مفلفل وشكله جميل، هو كده استوى. بس احنا لما نهدي عليه بنبدأ بقى نبشره ونقف جنبه ونشوفه هو استوى ولا لأ، وبنبدأ بقى ندوقه بس بنقف جنبه عشان خاطر هو بيبقى خلاص داخل على سوا في النهائي. وان شاء الله اكون افدتكم، واتمنى تجربوه بطريقتي ويعجبكم قوي. وكده خلصت وصفتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.